خلي بالك برضو ان نابليون السياسه الخارجيه للعثمانيين دي الاجابه الصح. طبعا السلطه بتاعته مركزيه، يعني كلمته تمشي على مصر كلها، بيقطعوا الطريق وبيسرقوا البضاعه، فكان الدور ده اسمه دور سلبي. السلام عليكم طلابنا وحبايبنا في ثالثه ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد مجدي مدرس تاريخ، واحنا ان شاء الله النهارده هنشرح مع بعض الدرس الثالث بتاع الحمله الفرنسيه. هخلص لك النهارده الفصل الاول كله، هنحل مع بعض اسئله كتير. مش عايزك تقلق من اي حاجه، التاريخ مش حفظ، التاريخ فهم، واحنا النهارده هنعيش الحكايه مع بعض. هنبدا ان شاء الله النهارده في الدرس الثالث اللي هو اثر الوجود الفرنسي على مصر، ازاي فرنسا قدرت تاثر على مصر. خلي بالك لما جه نابليون مصر كان جايب معاه 146 عالم، يعني الحمله دي ما كانتش مجرد حمله عسكريه، لا ده كمان ليها انجازات في مصر. نابليون قال للمصريين انا هنقل الحكم للطبقه الوسطى اللي هي العلماء والاعيان، انا هخلي المصريين هم اللي يحكموا البلد. مستر ده كلام بجد ولا كده وكده؟ لا طبعا ده كده وكده. هو قال لك انا هقرب من العلماء والاعيان. هتقرب منهم ليه يا نابليون؟ قال لي عشان هم ليهم مكانه كبيره جدا وسط الناس كلها بتحبهم وبتسمع كلامهم. كده لما انا اجيب العلماء والاعيان واخليهم يقعدوا في مجالس الحكم، هقدر اسيطر على الشعب المصري كله. خلي بالك برضو ان نابليون هيقعد العلماء والاعيان في المجلس صوره بس. يعني ايه صوره؟ نابليون عمل شويه دواوين عشان يتحكم في الشعب المصري، وهيقعد في الدواوين، كلمه ديوان معناها مجلس للحكم زي مجلس الشعب عندنا في مصر كده، وهيقعد في الدواوين دي العلماء والاعيان. مستر هم اللي يحكموا بجد؟ لا طبعا مش هيحكموا ولا حاجه، ده هم هيسمعوا كلام نابليون. نابليون هو الكلمه الاولى والاخيره، نابليون هو اللي كلمته مسموعه، هو هيستشيرهم بس. فدي اسمها مجالس استشاريه، يعني هياخد رايهم، بس الراي في الاخر لمين؟ لنابليون. زي بالظبط احمد مجدي. احمد مجدي ده مجرد صوره، ما بيعملش اي حاجه غير لما يستاذن من ابوه، ابوه هو اللي ممشيه. نفس الكلام بالظبط، نابليون بياخد راي العلماء والاعيان بس في الاخر كلامه هو اللي بيمشي. تعالى بقى نتكلم عن الاثار السياسيه للحمله الفرنسيه. الحمله الفرنسيه نقلت الحكم للطبقه الوسطى اللي هم العلماء والاعيان، بس طبعا الكلام ده نقل صوري. يعني ايه صوري؟ يعني شكلي ملوش اي لازمه، انت قاعد بس كده مجرد صوره. وعملت ايه بقى الحمله الفرنسيه؟ عملت 3 دواوين. الديوان الاول اسمه ديوان القاهره، الثاني اسمه دواوين الاقاليم، الثالث اسمه الديوان العام. تعالى كده نشوف ديوان القاهره. ديوان القاهره بيتكون من 9 اعضاء. في كم عضو؟ 9 اعضاء من المشايخ والوجهاء. جاب المشايخ والوجهاء خلاهم في ديوان القاهره. هيعملوا ايه يا مستر؟ قال لي النظر في احوال العاصمه اللي هي القاهره. هم بيتناقشوا في احوال العاصمه. والله مثلا في مشكله في القاهره دلوقتي، طب مين اللي هيحل المشكله دي؟ ديوان القاهره. يبقى ده ديوان مخصوص للقاهره بس. الديوان الثاني اسمه دواوين الاقاليم، وكلمه اقاليم معناها محافظات. اللي كان بيحكم المحافظات قبل كده هم المماليك. كانوا ماسكين ايه يا مستر؟ كانوا ماسكين الاداره المحليه اللي هم حكام الاقاليم. طب دلوقتي الوضع اتغير بقى، احنا هنخلي المصريين هم اللي يحكموا الاقاليم، وهنعمل في كل مديريه ديوان. يعني مثلا محافظه القليوبيه هيبقى لها ديوان، محافظه اسكندريه هيبقى لها ديوان. تعالى بقى نشوف. اول حاجه ان دواوين الاقاليم بيتكون من 7 اعضاء. الديوان ده فيه 7 اعضاء، ولكل مديريه ديوان. كان عندنا تقريبا 16 مديريه، 16 محافظه، في كل محافظه هتلاقي فيها ديوان. طب بيعملوا ايه؟ بيعملوا 3 حاجات: جمع الضرائب والاموال. بيروحوا عشان يجمعوا الضرائب، دي نفس وظيفه الملتزم قبل كده. لو انت فاكر وظيفه الملتزم كانت جمع الضرائب، بيروح يخبط على الفلاحين عشان يجمع منهم الضرائب. نفس الكلام دلوقتي ديوان الاقاليم هيجمعوا الضرائب. رقم 2 منع المشاحنات بين الاقاليم. يعني ايه كلمه مشاحنات؟ كلمه مشاحنات معناها مشاكل. يعني في مثلا دلوقتي بين بنها وتوخ في ما بينهم مشكله، طب مين اللي بيحكم ما بينهم؟ ديوان الاقاليم. طب رقم 3 النظر في المصالح والشكاوي. النظر في المصالح والشكاوي. كلمه مصالح وشكاوي معناها ان انت مثلا ليك مصلحه عايز تقضيها فبتروح ديوان الاقاليم، او مثلا في شكوى انا عايز اشتكي الموظف ده مش كويس، الموظف ده بياخد رشوه، تروح ديوان الاقاليم. اكتب ده عند ديوان الاقاليم، اكتب لي السلطه بتاعته اسمها سلطه محليه.
يعني ايه سلطه محليه؟ زي محافظ القليوبيه. محافظ القليوبيه كلمته تمشي على القليوبيه بس، ملوش دعوه بباقي المحافظات، فدي بسميها سلطه محليه. اما الديوان العام وده اكبر ديوان فيهم، الديوان العام ده سلطه بسميه سلطه مركزيه. مصر يعني ايه كلمه مركزيه؟ رئيس الجمهوريه السلطه بتاعته مركزيه، يعني كلمته تمشي على مصر كلها، فبسميها سلطه مركزيه. تعالى كده نشوف. الديوان العام بيتكون من 9 مندوبين، هقسمهم لك بقى. 3 فيهم علماء، و3 تانيين تجار، و3 من المشايخ ورؤساء العربان. مين هم رؤساء العربان؟ اللي هم البدو. هيجيب البدو عشان يشاركوا معاه في الحكم. مستر يعني كده كان البدو دورهم قبل كده ايه؟ سلبي، بيقطعوا الطريق وبيسرقوا البضاعه، فكان الدور ده اسمه دور سلبي. ولكن دلوقتي بقى يشاركوا في الحكم، فدورهم اتحول لايجابي. تعال نكمل. الديوان ده بيدرب الاعيان من المصريين. بيدربهم على ايه؟ على مجالس الشورى. على مجالس الشورى. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ تدريب الاعيان من المصريين على نظام مجالس الشورى. قعدنا نتكلم مع بعض وناخد راي بعض، ده خلانا نفهم الديمقراطيه والشورى، وبدانا ان احنا نخش في الحياه السياسيه. قال لي تم اختيار رئيس الديوان اسمه الشيخ عبد الله الشرقاوي. اخترنا الشيخ عبد الله الشرقاوي بالانتخاب. ممكن يقول لي في الامتحان اولى تجارب ممارسه الديمقراطيه للمصريين في اواخر القرن ال 18، ديوان القاهره ولا ديوان الاقاليم ولا الديوان العام؟ الديوان العام. اول تجربه لينا كمصريين هو الديوان العام. تعالى بقى نتكلم عن الاثار الاقتصاديه للحمله الفرنسيه. هنتكلم في الاول عن الزراعه. اول حاجه دراسه مجرى نهر النيل، درسوا نهر النيل، وكمان فحصوا القنوات والجسور. ابتدوا ان هم يعملوا قنوات وجسور واهتموا بالزراعه. طب ليه يا مستر بيهتموا بالزراعه؟ بيهتموا بالزراعه لخدمه فرنسا. هم اي حاجه بيعملوها عشان مصلحتهم هم بس. يبقى رقم 1 دراسه مجرى نهر النيل وفحص القنوات والجسور. طب رقم 2 زراعه غلات تقليديه قديمه، يعني حاجات احنا اصلا بنزرعها. طب زي ايه مثلا؟ زي القمح، زي الرز، زي الذره. دي كلها غلات تقليديه احنا بنزرعها عندنا. وهيزرعوا كمان نباتات جديده اول مره نزرعها بقى، زي المشمش والخوخ والتفاح والكمثرى. هيخصصوا جزء من الاراضي بتاعتنا لخدمه فرنسا وبس. قال لك هنزرع عندكم البن وايه تاني؟ وقصب السكر. طب ما تزرعوها عندكم هناك في فرنسا. قال لك لا، احنا جربنا نزرعها في فرنسا ولكن ما نفعش، عشان البن وقصب السكر محتاجين درجه حراره عاليه. فطبعا الزراعه دي نجحت عندنا في مصر. بالنسبه للصناعه عمل على انشاء مصانع. عملوا مصانع زي مثلا النسيج وزي الحداده والدباغه اللي هي دبغ الجلود والساعات وحروف الطباعه. اهتموا بالصناعه برضه. عملوا لك مصانع كتير جدا في مصر. انشاء طواحين الهواء. طواحين الهواء دي بيبقى شكلها زي المروحه كده وبتقعد تلف. بتعمل ايه يا مستر؟ بتولد طاقه كهربائيه عشان نولد كهرباء. وكمان اصلح دار السفن. دار السفن بيسموها الترسانه، اللي كان قبل كده عملها مراد بيك. اذا معنى كده نقدر نقول ان الفرنسيين استفادوا من المماليك. استفادوا من المماليك لانهم اصلحوا دار السفن اللي انشاها مراد بيك. مينو لما عمل مصانع في مصر قال لك انا مش هضم فيها عمال مصريين خالص. انا مش عايز المصريين يعرفوا سر الصنعه الفرنسيه، مش عايزهم يبقى عندهم معلومات عن الصناعه الفرنسيه، عشان مش بعد ما تمشي الحمله يعملوا مصانع وينافسونا. زي بالظبط دلوقتي انا رحت اشتغلت مع واحد في مصنع وعرفت منه كل حاجه، ممكن من بكره افتح مصنع ونفسه. لا، انا بقى مش هدخل العمال المصريين في المصانع بتاعتي. طب بالنسبه للتجاره، قال لي التجاره رقدت ايام نابليون وايام كليبر. يعني ما كانش فيه تجاره ايام نابليون وايام كليبر. ليه يا مستر ما كانش فيه تجاره؟ اول حاجه حصار الاسطول الانجليزي. انجلترا كانت محاصره الشواطئ المصريه، فمش هعرف اعمل تجاره. وفي نفس الوقت برضو الجيش العثماني كان موجود في الوقت ده في سوريا في الشام، فبرضو مش هيعرف يعمل تجاره، فهو متحاصر من الشمال ومتحاصر من الشرق. عشان كده قال لك ان نابليون حاول يعمل علاقات مع شريف مكه، يعمل علاقات تجاريه،
يعني يبقى في تجاره ما بينه وبين شريف مكه اللي هو حاكم السعوديه. نابليون كلم حاكم السعوديه اللي هو الشريف حسين وقال له عايزين نعمل مع بعض علاقات تجاريه. فتح مينو اسواق جديده. مينو عمل اسواق جديده فين؟ في البحر الاحمر، في بلاد البحر الاحمر. مينو حاول ان هو ينشط التجاره شويه، فقال لك اعمل علاقات مع دول البحر الاحمر. فصارت المراكب بين جده وينبع والسويس محمله بالمنسوجات ومحمله بالحرير والبن. اخر حاجه عملها ان هو عمل علاقات مع السودان والحبشه. مينو برضو عمل علاقات مع بلد اسمها سينار ودارفور. قدر يعمل علاقات مع بلد اسمها سينار ودارفور دي في السودان والحبشه. كده احنا خلصنا الزراعه والصناعه والتجاره. معنى كده يا مستر ان الحمله الفرنسيه لها اثار ايجابيه في الزراعه والصناعه والتجاره. هنتكلم بعد كده عن الاثار الاجتماعيه في الصحه والقضاء. اول حاجه في الصحه انشاء محاجر صحيه. فين يا مستر؟ في القاهره واسكندريه ورشيد ودمياط. لان كان في الوقت ده مرض اسمه الطاعون، وكان ناس كتير جدا جالهم المرض. فهو قال لك انا لازم اعمل محاجر صحيه عشان اعالج الناس دي. طب رقم 2 انشاء مستشفى عسكري عشان يعالج فيها الجنود بتاعته. يبقى هو عمل محاجر صحيه وعمل مستشفى عسكري. بالنسبه للقضاء في عهد نابليون عمل حاجتين. رقم 1 جعل المصريين يتولون القضاء بدلا من الاتراك. المصريين هم اللي هيتعينوا في القضاء. يعني ايه الكلام ده؟ نابليون لما رجع من الشام وما قدرش ان هو يدخل عكا كان متضايق جدا من الدوله العثمانيه. فهو عمل ايه؟ اول ما رجع شال كل الاتراك اللي في القضاء وعين مكانهم مصريين. فده بيسموه تمصير الوظائف. يعني ايه تمصير الوظائف؟ جعلها مصريه، خلى المصريين هم اللي يمسكوا القضاء. رقم 2 رسوم التقاضي بتاعه القضيه قد ايه؟ 2%. طب وقبل كده كان حسب مزاج القاضي. يعني القاضي مثلا قبل كده كان يقول لك انا هاخد 10 جنيه، هاخد 20 جنيه في القضيه دي. ولكن دلوقتي قال لك لا، رسوم التقاضي هتدفع 2% بس من قيمه المتنازع عليه. احمد مثلا ومحمد هما الاثنين بيتخانقوا على حته ارض. حته الارض دي وليكن ثمنها 100 جنيه. ممكن القاضي يحكم لاحمد، فاحمد هيدفع 2% من قيمه الارض، يعني هيدفع 2 جنيه من قيمه الارض. يبقى معنى كده جعل التقاضي 2%. طب بالنسبه لمينو، مينو عمل حاجتين برضه. رقم 1 رفض مبدا الديه. ايه مبدا الديه ده بقى؟ عندنا المبدا ده في الاسلام اللي هو مثلا لو انا قتلت حد غلط، لو انا قتلت واحد بالغلط ممكن ادفع الديه بتاعته. يعني مثلا ماشي بالعربيه بتاعتي كده وخبطت واحد قتلته، ممكن اروح لاهله واعتذر لهم واقول لهم يا جماعه شوفوا انتوا عايزين كام وانا ادفعه. ده اسمه مبدا الديه. مينو بقى رفض مبدا الديه. طب احنا ممكن نكتب جنبها كده وذلك يخالف الشريعه الاسلاميه. هو كده بيخالف الشريعه الاسلاميه. طب رقم 2 عمل محكمه لكل طائفه. مصر ما كانش فيها مصريين بس، لا ده فيها مصريين وفيها اقباط وفيها طبعا يهود وفيها روم وفيها شوام، فيها ناس كتير جدا. فهو عمل محكمه لكل طائفه فيهم. يعني الشوام ليهم محكمه، الروم ليهم محكمه، اليهود ليهم محكمه، الاقباط ليهم محكمه. كل طائفه يعني كل جماعه ليهم محكمه. نابليون لما جه مصر عمل مبنى كبير وسماه المجمع العلمي. تعال نشوف بقى المجمع العلمي ده عمل ايه. رقم 1 العمل على تقدم العلوم. المجمع العلمي ده هيقتصر على الاجانب بس اللي هم علماء الحمله الفرنسيه، هم اللي قاعدين بيتناقشوا فيه، بيتكلموا في الفيزياء والكيمياء والطب والهندسه. فده عمل على تقدم العلوم. طب رقم 2 دراسه مسائل طبيعيه صناعيه تاريخيه. هيدرس مسائل طبيعيه. يعني مثلا نابليون هيعرض عليهم بعد كده ان احنا نعمل قناه بتربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، فدي اسمها مسائل طبيعيه. هيعملوا بعد كده كتاب يوصفوا فيه مصر، فدي اسمها مسائل تاريخيه. يبقى معنى كده ان هم بيدرسوا مسائل طبيعيه، مسائل صناعيه، مسائل تاريخيه. ابداء الراي العلمي للحكومه. يعني الحكومه لازم تستشيرهم في كل كبيره وصغيره. يعني مثلا لو نابليون عايز ياخد قرار بيروح الاول ياخد راي العلماء. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ربط السياسه بالعلم، ربط الاثنين ببعض. وده شبه حاجه احنا قلناها قبل كده اللي هو الديوان العام، برضه ربط السياسه بالعلم. ايه انجازاته؟ عمل مطبعتين، واحده عربيه واحده فرنسيه. المجمع العلمي عمل مطبعتين، واحده باللغه العربيه والثانيه باللغه الفرنسيه. عمل كمان جريدتين بس الاثنين فرنسيتين. عمل جريده باللغه العربيه
عشان يتكلم مع المصريين، ودي بيسموها اعلام سياسي. وده شبه اللي عمله نابليون اول ما جه مصر، ان هو وزع منشورات على الشعب المصري، ده بيسموه اعلام سياسي. هناخد بعد كده الاعمال الكبرى. الحمله الفرنسيه عملت ايه؟ اول حاجه عملتها حاولت تربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، اللي هي دلوقتي قناه السويس. حاولوا ان هم يعملوا قناه تربط البحر الاحمر بالبحر المتوسط، ولكن حصل بعد كده غلط في الحسابات. هم كانوا فاكرين ان البحر الاحمر اعلى من البحر المتوسط، فمش هينفع نعمل القناه. طب رقم اتنين عملوا كتاب بيسموه وصف مصر. الكتاب ده وصف مصر بالتفصيل، كل حاجه عن مصر، الاهرامات وابو الهول والاثار والمتاحف والشعب المصري والعادات والتقاليد بتاعتنا، كل حاجه موجوده في الكتاب ده. ده غير كمان ان هو فك رموز حجر رشيد. كان معاهم عالم اسمه شامبليون، قدر ان هو يفك رموز حجر رشيد. معنى كده ان هو ربط التاريخ القديم بالتاريخ الجديد. طب ان انا افك رموز حجر رشيد دي بيسموها ايه؟ بيسموها الكشوف الاثريه. اكتب جنبها كده الكشوف الاثريه، ان هو اكتشف حجر رشيد، وطبعا ده خلانا نعرف الحضاره المصريه القديمه بتاعتنا. اخر حاجه بقى هقول لك ان الحمله الفرنسيه كانت صدمه حضاريه. يعني ايه يا مستر صدمه حضاريه؟ احنا اتصدمنا اول ما شفنا اللي بيحصل ده. احنا اول حاجه الدواوين دي كانت حاجه جديده بالنسبه لنا، فدي بالنسبه لنا صدمه حضاريه، لانها عرفتنا الدواوين اللي احنا قعدنا فيها نتكلم ونتناقش مع بعض، وده خلانا بعد كده نشارك في السياسه ونقول راينا في كل حاجه. طب رقم اتنين المجمع العلمي كان نافذه اطل منها المصريين على ما يدور في المجتمع الاوروبي. شفنا التقدم اللي وصلت له الدول الاوروبيه. طب رقم 3، الحمله الفرنسيه عرفتنا نمط جديد من الحياه، شكل جديد اول مره نشوفه. عرفنا مثلا العادات والتقاليد بتاعتهم، بقينا نشوف البنت الفرنسيه لابسه لبس قصير، بتشوف البنت الفرنسيه ماشيه مع البوي فريند بتاعها، طبعا دي العادات والتقاليد بتاعتهم. فحصل عندنا ازدواجيه فكريه. يعني ايه يا مستر كلمه ازدواجيه فكريه؟ يعني شفنا عادات وتقاليد مختلفه عننا. كده الحمد لله احنا خلصنا الفصل الاول. تعالى بقى ندخل على الاسئله. اول سؤال بيقول: اثبتت افكار ومحاولات فرنسا المتكرره للسيطره على مصر خلال القرن ال 18. فرنسا حاولت كذا مره ان هي تحتل مصر. المحاوله الاولى ايام الملك لويس ال 14، لو انت فاكر، كان عايز يضرب التجاره الهولنديه. المحاوله الثانيه ايام الملك لويس ال 15، قال لك انا هروح اطلب مصر من السلطان العثماني مقابل مبلغ من المال. المحاوله الثالثه ايام الملك لويس ال 16، اللي قال لك انا رايح احتل مصر عشان اسهل طريق التجاره الى شرق اسيا. اخر محاوله بتاعت نابليون، اللي قال لك انا رايح احتل مصر عشان تامين طريق التجاره. رقم 2 هو عايز يضرب تجاره انجلترا اللي بتروح للهند. تعال بقى نشوف السؤال كده، بيتكلم عن محاولات فرنسا لاحتلال مصر. رغبه فرنسا في التخلص من خطر المماليك؟ لا طبعا. سيطره الانجليز على طرق التجاره؟ لا برضه. العداء الانجليزي لمبادئ الثوره؟ مش معانا. ادراك فرنسا لاهميه موقع مصر، ان فرنسا كانت عارفه اهميه موقع مصر، فعشان كده حاولت كذا مره. شوف السؤال الثاني: يرجع السبب وراء تأزم الوضع السياسي الاوروبي اواخر العقد التاسع من القرن الثامن عشر. هو انا بيتكلم عن العقد التاسع من القرن ال 18، يعني 1789. مستر بتتكلم عن الثوره الفرنسيه، انا هنا بكلمك عن الثوره الفرنسيه. جميل. الثوره الفرنسيه يبقى بيتكلم عن التحولات السياسيه والاجتماعيه، او بيسموها الحراك السياسي. ممكن يقول لي الحراك السياسي، يبقى هنا اختار التحولات السياسيه والاجتماعيه في فرنسا. هناك ارتباط وثيق بين الحمله الفرنسيه على مصر الحمله الفرنسيه جايه مصر ليه اصلا؟ هل تاكيد فرنسا تفوقها العسكري على القوات الانجليزيه؟ لا برضو مش معانا، مش تاكيد فرنسا. تطلع فرنسا للاستيلاء على طريق راس رجاء الصالح؟ مش عايزه تستولي على الطريق ده خالص، مش معانا. رغبه فرنسا في الحاق هزيمه بحريه بانجلترا؟ هي عارفه ان انجلترا اقوى منها بحريا، فبرضو مش معانا، هي اخر واحده. صراعات القوى والتوازنات في القاره الاوروبيه.
هنختار دي. مش عايزك تزهق مني، انا عارف ان انا اطول عليك النهارده شويه، بس صدقني ده غصب عني. انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تفهم الفصل الاول كويس. بيتكلم عن صراعات القوى والتوازنات في القاره الاوروبيه. افتكر كده المحاولات بتاعه فرنسا. بيتكلم هنا عن صراعات الدول الاوروبيه. دايما الدول الاوروبيه هتلاقيهم دايما في صراعات، في مشاكل ما بينهم. فهتلاقي فرنسا مثلا كانت جايه تحتل مصر عشان تضرب تجاره انجلترا. يبقى معنى كده ايه؟ في صراعات بين الدول الاوروبيه. السؤال رقم 4. نستنتج من تطبيق الدوله العثمانيه لنظام الالتزام. هو الدوله العثمانيه لما كانت بتطبق نظام اسمه نظام الالتزام. مستر هو ايه نظام الالتزام ده؟ فكرك بيه بسرعه. نظام الالتزام ان السلطان العثماني بيجيب واحد من اغنياء البلد بيسميه ملتزم، والملتزم ده بيدفع كل الضرائب مقدم، مقابل ان هو بياخد حته ارض هديه اسمها الوصيه معفيه من الضرائب. يبقى الملتزم ده مستر نظام لجمع الضرائب بالظبط كده. هو نظام لجمع الضرائب. طب يعني الملتزم هو اللي بيجمع الضرائب مش السلطان؟ لا، السلطان ملوش علاقه خالص. السلطان نايم في الدوله العثمانيه هناك، هو ملوش علاقه بالضرائب. عشان كده السؤال ده هقول لك غياب دورها الاقتصادي داخليا. يعني ايه؟ يعني الدوله العثمانيه ما كانش ليها اي دور اقتصادي. سؤال رقم 5. يدل تدهور الصناعه بمصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. الصناعه طبعا في مصر كانت بايظه خالص. لما احنا قلنا ان من اسباب تدهور الصناعه ان الصناعه كانت بسيطه يدويه لم ترتقي الى الاليه. ما كانتش صناعه آلية، ما كانش في آلات وأجهزة حديثة، لا ده كانت صناعه لسه يدويه بسيطه. ده غير كمان ان الدوله العثمانيه كانت فرضت علينا عزله، يعني كانت قافله علينا. غياب دور طوائف الحرف، لا طبعا. صراعات متواصله، انشغال الولايه بالانشطه الاقتصاديه الاخرى، لا هي معاناه المصريين من العزله الحضريه، ان احنا كان مقفول علينا، كنا عايشين في عزله. السؤال رقم 6. يتمثل وجه الاختلاف. هو عايز هنا اختلاف مش تشابه، خلي بالك. وجه الاختلاف بين النشاط الزراعي والنشاط التجاري قبل مجيء الحمله الفرنسيه. ايه الاختلاف ما بين الزراعه والتجاره قبل ما تيجي الحمله الفرنسيه؟ العنصر المسيطر على كلا النشاطين قبل ما تيجي الحمله الفرنسيه بالنسبه للزراعه كان مسيطر عليها الدوله العثمانيه، لان قال لك ان الاراضي الزراعيه ملك للسلطان العثماني، يبقى اللي مسيطر على الزراعه هي الدوله العثمانيه. طب بالنسبه للتجاره اللي مسيطر عليها المماليك. تشابهت اوضاع الولاه العثمانيين مع حكام الاقاليم. بيكلمك هنا عن العثمانيين وحكام مين حكام الاقاليم؟ اللي هم المماليك يعني. المماليك، بتكلم هنا عن المماليك، يبقى بتكلم عن حاجتين. افهم بس السؤال، بتكلم عن الولاه العثمانيين، الولي العثماني، وبتكلم عن المماليك. الاثنين ليهم مكانه عاليه في المجتمع، يبقى اسمها قوه السلطه الممنوحه لهم لانهم طبقه الحكام. الطبقه دي اسمها طبقه الحكام. سؤال رقم 8. استحدث السلطان العثماني ادوات للتبعيه له في مصر، فاقام نظام اسمه نظام 3 ادارات تراقب كل منهما الاخرى. كل واحده فيهم بتراقب الثانيه. فكرك بسرعه كده لما عمل الوالي، وبعد كده عمل الديوان، وبعد كده عمل حكام الاقاليم. فقال لك في 3 ادارات بتحكم. اي من العناصر التاليه خرجت على قواعد هذا النظام؟ مين اللي خرج على قواعد هذا النظام في النص الثاني من القرن ال 18؟ يعني تقريبا 1768. 1700 يعني نص تاني من القرن ال 18. مين اللي خرج على قواعد النظام؟ حكام الادارات المحليه اللي هم المماليك. انا قصدي هنا علي بيك الكبير. علي بيك الكبير هو اللي خرج على نظام الحكم. 9. تمثلت سلطة الإدارات المحلية في مصر. مين اللي كان بيحكم الإدارات المحلية في مصر؟ المماليك هم اللي كانوا بيحكموا. سؤال سهل ما فيهوش أي حاجة. بيسموهم حكام الأقاليم. السؤال رقم 10 بيكلمك عن العامل المباشر الذي شجع علي بيك الكبير ان هو ينفصل عن الدولة العثمانية.
ليه علي بيك الكبير انفصل عن الدوله العثمانيه؟ تعال نفكر مع بعض كده. علي بيك الكبير لما شاف ان الدوله العثمانيه دخلت في حرب مع روسيا انتهز الفرصه، قال لك انا لازم انفصل عن الدوله العثمانيه. يبقى معنى كده السياسه الخارجيه للعثمانيين، دي الاجابه الصح. طبعا في ناس هتختارها وان الدوله العثمانيه، طبعا غلط، لان هو هنا بيكلمك عن العامل المباشر، العامل الاساسي اللي خلى علي بيك الكبير ينفصل بحكم مصر. طبعا السياسه الخارجيه للدوله العثمانيه اللي هي حربها مع روسيا. ادى اضطراب الاوضاع السياسيه في مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. حصل اضطراب في الاوضاع السياسيه، تقلص واردات وصادرات مصر. لما انا قلت لك قبل ما تيجي الحمله الفرنسيه تدهور الاقتصاد وتقلصت التجاره، يستدل على فشل تاثير منشور نابليون على المصريين. فشل منشور نابليون ما اثرش على المصريين في المنشور بتاعه. الدليل على كده مقاومه اهل اسكندريه ان هم واجهوا الحمله الفرنسيه بزعامه محمد قريم. 13 غاب عن مسرح احداث الحمله الفرنسيه منذ نزولها الاسكندريه حتى دخولها القاهره. مين اللي كان غايب؟ القوات العثمانيه. الدوله العثمانيه اتحركت بس متاخر قوي، يعني اول ناس اتحركوا هم اهالي اسكندريه. رقم 2 المماليك، مراد بيك لما واجه الحمله الفرنسيه في شبرخيت ومبابه. يبقى معنى كده الدوله العثمانيه ما كانش ليها اي وجود خالص غير في الاخر. تتمثل اهميه معركه شبرخيت. اهميه معركه شبرخيت هي اول اختبار لطرفي المعركه. خلي بالك من السؤال ده مهم جدا. معركه شبرخيت هي اول مواجهه مباشره بين المماليك والفرنسيين، هو اول اختبار حقيقي بين طرفي المعركه. السؤال رقم 15 تدل معركه ابيقير البحريه عام 1798. المعركه دي معركه ابو قير بتدل على ايه؟ دعم انجلترا؟ لا طبعا مش دعم انجلترا لثورات المصريين، ولا اهتمام انجلترا باحتلال مصر. متابعه الانجليز للاسطول الفرنسي، ان انجلترا فضلت متابعه الاسطول الفرنسي لحد ما عرفت ان هو في مصر. اولى نتائج موقعه ابو قير 1798. اول نتيجه ما قال لك من الناحيه السياسيه، خلي بالك، اول نتيجه من الناحيه السياسيه هي اندلاع ثوره القاهره الاولى. دي اول نتيجه. اول نتيجه للمعركه اندلاع ثوره القاهره الاولى، ودي اسمها نتيجه سياسيه. اي ثوره بسميها نتيجه سياسيه. ارتباط فشل قوات الحمله الفرنسيه في اخضاع اهالي الصعيد. ليه فشلت القوى الفرنسيه؟ ليه فشلت في اخضاع اهالي الصعيد؟ هل بسبب دعم الدوله العثمانيه؟ لا، الدوله العثمانيه ما ساعدتهمش. هل بسبب قيام ثوره القاهره؟ لا برضو مش معانا. بسبب الاساليب القتاليه للاهالي، الاساليب القتاليه اللي هي المناوشات. اتبعوا حرب المناوشات والمعارك المتفرقه، اضرب واجري على طول. السؤال رقم 18 ايه العامل المشترك بين ثوره القاهره الاولى وثوره القاهره الثانيه؟ ايه الحاجه المشتركه بين الاثنين؟ ثوره القاهره الاولى لما نابليون عرف استخدم معاهم اسلوب الشده والعنف. طب ثوره القاهره الثانيه لما كليبر عرف استخدم نفس الاسلوب. فعشان كده هقول لك طريقه التعامل مع كل من الثورتين. السؤال رقم 19 ترتب على تحالف الدوله العثمانيه مع كل من انجلترا وروسيا لاخراج الفرنسيين من مصر. ترتب عليها تغيير التفكير الاستراتيجي لقاده الحمله نابليون. في الوقت ده نابليون عرف ان الدوله العثمانيه بعت حملتين، حمله بريه وحمله بحريه، واحده من الشام والثانيه من اسكندريه زي ما احنا قلنا، صح كده؟ فقال لك انا هغير طريقه تفكيري. هتغير طريقه تفكيرك ازاي؟ انا مش هستناهم لحد ما هم اللي يهجموا عليا، انا هروح اسبقهم واهجم عليهم. فدي اسمها ايه؟ اسمها تغيير التفكير الاستراتيجي لقاده الحمله. السؤال رقم 20 توجد علاقه بين فشل نابليون في دخول عكا وايه؟ طبعا نابليون فشل في دخول عكا، ما عرفش يدخل عكا، واحنا خدنا الاسباب بسبب شجاعه اهلها بقياده احمد باشا الجزار، بسبب حصون عكا ان كانت حصون عكا قويه جدا
وبسبب برضه معاونه الاسطول الانجليزي، ان كانت انجلترا بتساعدهم. طيب. خلي بالك ان في علاقه بين فشل نابليون في دخول عكا وبين نتائج معركه ابيقير البحريه. ايه العلاقه ما بينهم يا مستر؟ معركه ابيقير البحريه هي بدايه النهايه للحمله، هي اللي حرمت الحمله الفرنسيه في مصر من امدادات فرنسا لها. فكانت ممكن فرنسا في عكا تساعد نابليون، تبعت له امدادات، بس ما عرفتش، عشان كده نابليون فشل ان هو يدخل عكا. سؤال رقم 21 يتضح في ضوء تحليل العباره المقابله من خلال دراستنا للحمله الفرنسيه فشل محاولات اصحاب الراي الاول. هو هنا بيتكلم عن الراي الاول، نتيجه لايه؟ تعالى كده نشوف المقوله دي. يقول الكونتوي في كتابه الحمله الفرنسيه: بعد سفر نابليون انقسم الجيش الفرنسي الى فريقين. عايز هنا بقى الفريق الاول. الفريق الاول من انصار الخروج من مصر والعوده لفرنسا. في واحد بيقول لك لا انا عايز اخرج من مصر وارجع فرنسا تاني. طب والتاني؟ قال لي التاني من انصار البقاء في مصر مدافعا عن اعمال نابليون. قال لك لا احنا عايزين نقعد في مصر. انا بقى عايز الفريق الاول بس، اللي هو بيقول لك احنا عايزين نخرج من مصر. تعالى كده نتكلم عن كليبر. كان عايز يخرج من مصر، كان من انصار الرحيل عن مصر، بس ما عرفش ليه؟ بسبب فشل معاهده العريش. لما راح للسلطان العثماني وقال له انا عايز اخرج من مصر، فالسلطان وافق وقال له انا هخرجك من مصر على نفقه الدوله العثمانيه، على حسابي، ما تقلقش من اي حاجه. ولكن اللي اعترض في الوقت ده انجلترا. طب تعالى بقى نشوف الاجابه هنا. اول اجابه تحكم انجلترا في مجريات الاحداث بمصر. انجلترا هي اللي اعترضت، قالت لك لو عايز كليبر يخرج هو والرجاله بتاعته يخرجوا كأسرى حرب، عايزه تذلهم، فطبعا كليبر ما رضيش. 22 تعد من الفوائد التي عادت على كليبر من اتفاقه مع مراد بيك. كليبر اتفق مع مراد بيك ان هو يحكم الصعيد تحت الاشراف الفرنسي. ايه النتيجه بقى؟ استقرار اوضاع الحمله الفرنسيه ولا اتمام عقد اتفاقيه العريش؟ لا هي ما تمتش اصلا. منع تشتت قوات الحمله على اكثر من جهه. هم مش عايزين يتشتتوا، مش عايزين يحاربوا في اكتر من جبهه. يعني خلي بالك ان الحمله الفرنسيه كانت بتحارب المماليك، كانت بتحارب العثمانيين، كانت كمان بتحارب انجلترا، فكانت بتحارب في كذا جهه. هو عايز يعمل ايه بقى؟ يخلي الحمله الفرنسيه مركزه في جبهه واحده بس. فقال لك منع تشتت قوات الحمله على اكثر من جبهه. السؤال رقم 23 حالت بعض الظروف امام نجاح الحمله الفرنسيه تكوين مستعمره لها في الشرق. فرنسا ما قدرتش تعمل مستعمره في الشرق بسبب ايه؟ قال لي بسبب افتقاد وصول الدعم العسكري والمادي لها. لان لو انت فاكر في معركه ابيقير البحريه انجلترا قدرت ان هي تغرق الاسطول الفرنسي، وبكده فرنسا مش تعرف تبعت امدادات تاني للحمله الفرنسيه. سؤال رقم 24 لم تكن الحمله الفرنسيه على مصر مجرد حمله عسكريه. ما كانتش مجرد حمله عسكريه، خلي بالك، لم تكن مجرد حمله عسكريه. تاكدت هذه العباره من خلال طبعا قيام الحمله بدراسه احوال المجتمع المصري. نابليون اول ما جه كان معاه 146 عالم. انت جايبهم يعملوا ايه؟ قال لك انا جايبهم عشان يدرسوا احوال المجتمع المصري. سؤال رقم 25 في ضوء دراستك لتاريخ الحمله الفرنسيه نتج عن الممارسه السياسيه ان المصريين ابتدوا ان هم يشاركوا في الحكم، يشاركوا في الدواوين. ده طبعا ادى الى ثقل ودعم خبراتهم، بقى عندهم حاجه اسمها وعي سياسي، يعني بقى يشاركوا في الحكم، بقوا يتكلموا في السياسه. السؤال رقم 26 بيتكلم عن دواوين الاقاليم. يقول لك ان دواوين الاقاليم التي انشاها نابليون في مصر كانت مختصه بايه؟ تعالى كده نراجع. دواوين الاقاليم كانت مختصه بمنع المشاحنات بين القرى، جمع الضرائب، وطبعا النظر في المصالح والشكاوي. انا عايز بس الاثنين دول مهمين قوي. منع المشاحنات بين القرى دي بسميها امنيه، جمع الضرائب دي بسميها ماليه. يبقى اختصت ببعض الامور الماليه والامنيه. تعتبر دواوين الاقاليم شبه الديوان العام. في الديوان العام كان بيتكلم عن الضرائب، ونفس الكلام برضو دواوين الاقاليم كانوا بيجمعوا الضرائب، فالاثنين اختصوا بنفس الحاجه.
اختلفت سياسة كل من نابليون ومينو، الاثنين مختلفين مع بعض في الاهتمام بالإصلاحات الاقتصادية، لأن نابليون ما كانش مهتم بإصلاحات اقتصادية، ما كانش مهم إن هو يصلح البلد قوي، ولكن مينو اهتم بإصلاحات، فعمل إصلاحات في الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والقضاء. 29. أكدت العلاقات التجارية لمصر مع بلاد البحر الأحمر على جودة الصناعات. ما لو الصناعة المصرية مش قد كده مش هياخدوا مننا حاجة، ولكن هم كانوا بياخدوا مننا منسوجات وكانوا بياخدوا مننا الحرير والبن، يبقى معنى كده جودة الصناعة المصرية. 30. هدف نابليون من خلال التعديلات التي قام بها في نظام القضاء. كان عنده تعديلات في نظام القضاء. لو انت فاكر نابليون احنا قلنا ان هو عدل في القضاء، يعني جاب المصريين مكان الاتراك، خلى المصريين يمسكوا القضاء. معنى كده التخلص من نفوذ الاتراك في مصر. احنا كده مشينا الاتراك وخلينا المصريين هم اللي يمسكوا القضاء. السؤال رقم 31. تشابه المجمع العلمي مع الديوان العام. الاثنين شبه بعض في ايه؟ المجمع العلمي شبه الديوان العام في ربط السياسة بالعلم. الاثنين ربطوا السياسة بالعلم، لان لو انت فاكر المجمع العلمي النهارده قلنا ان هو ربط السياسة بالعلم، كان الحكومة بتاخد رأيه في كل حاجة، يبقى انت كده بتربط السياسة بالعلم. امامك فقرة: انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، وانني اكثر من المماليك ايمانا، اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم. خلي بالك ان ده منشور نابليون اللي وزعه على المصريين. من خلال النص المقابل يتضح لنا اتجاه نابليون الى استخدام عنصر المفاجأة. هل هو كده بيستخدم عنصر المفاجأة؟ لا طبعا. اتباع سياسة الشدة والعنف؟ لا برضو. التحالف مع الدولة العثمانية؟ لا، هو بيستخدم حاجة اسمها الإعلام السياسي أو بيسموها الدعاية السياسية، إن هو بيوزع منشورات على المصريين. السؤال رقم 33. ربطت الحملة الفرنسية تاريخ مصر القديم بالحديث بسبب الكشوف الأثرية اللي هو فك رموز حجر رشيد. لما فك العالم شامبليون رموز حجر رشيد انت كده بتربط التاريخ القديم بالحديث، ودي بيسموها كشوف اثريه. يعد خروجا عن سمات المجتمع الشرقي ابان الوجود الفرنسي في مصر بالعصر الحديث، تقليد بعض المصريين لنمط المعيشه الفرنسيه، انت بقيت تقلد الفرنسيين. كده احنا الحمد لله خلصنا الفصل الاول كله، الحمله الفرنسيه، حلينا عليها اسئله. زي ما انا قلت لك ان شاء الله احنا معاك لحد اخر يوم في السنه، ما تقلقش من حاجه، التاريخ هيبقى اسهل ماده بالنسبه لك. اشوفكم على خير.